سامسونج منزله موبايل جديد تحت ال 10000 جنيه اسمه سامسونج A17 4G عشان في منه نسخه تانية 5G. الموبايل ده بيديلك شاشه كبيره وسريعه بمعدل تحديث 90 هرتز، كمان نوعها سوبر اموليد وجايه بجوده فول اتش دي بلس، والاهم من كده ان عليها طبقه حمايه. يمكن عيبها الوحيد بس ان الحواف بتاعتها السوداء كبيره شويه، غير كده فهي يعتبر من احسن الشاشات اللي موجوده في الفئه دي. مع ذلك عندك افضل تجربه سوفت وير، يعني واجهه One UI 7 مبنيه على الاندرويد 15، كمان بيوصلك تحديثات مستمرة لمدة 6 سنين. المعالج هنا قوي وممتاز في المهام اليومية، انترنت بقى وتصفح وسوشيال ميديا، ومتوسط في العاب التقيلة زي بابجي مثلا وكده، هتشتغل معاك عادي جدا بس بجرافيك متوسط مش جرافيك عالي. احسن كاميرا في فئته ده لانه بيقدم لك مثبت بصري حقيقي. اي نعم الكاميرات ما بتصورش 4K ولكن برضو كاميرات جامدة. بيدعم ال NFC، كمان في مايك اضافي عازل للدوشة، والاهم من كده بصمة الصباع جاية في زرار الباور. البطارية كبيرة 5000 ملي أمبير وبتدعم سرعة شحن 25 واط شحن سريع، يعني تقريبا بتشحن من 0 ل 100% في حوالي ساعة ونص. العيب الحقيقي في الموبايل ده ان الشاحن بتاعه ما بيجيش في العلبة، انت بتتكلف شراء شاحن جديد على حسابك مع الموبايل. غير كده فكمان تجربة الصوت هنا مش جاية ستيريو، جاية بسماعة سبيكر واحدة بس، عشان كده مش هتاخد اقوى تجربة صوتية ولكن هتاخد تجربة صوتية مقبولة. اسعاره في مصر بتبدأ من 7400 جنيه وبتوصل ل 9800 جنيه على حسب المساحة والرامات اللي انت هتشتريهم. من رأيي ده واحد من افضل الموبايلات اللي انت تفكر تشتريها، ولو انت شخص عاوز موبايل رخيص شوية ينفع للتصفح الانترنت السوشيال ميديا، مش مهتم قوي بجودة التصوير بالليل او بالاضاءة الضعيفة، عجبك قوي حكاية استمرار التحديثات لمدة 6 سنين، ومش مهتم جدا جدا يعني بالالعاب التقيلة اللي هي بتحتاج جرافيك عالي، فانصحك كمان تفكر في موبايل سامسونج A07. الموبايل ده جاي بسعر ممتاز جدا بنفس المعالج بتاع موبايل ال A17 ولكن مش مخصص قوي للالعاب التقيله، فانصحك ان انت تبص عليه لان سعره بيبدا من 4900 جنيه. لو عندك اي اسئله تانية اكتبها لي في التعليقات وانا هرد عليك.